سؤال بيطرح كتير جدا من قبل لاعبين بابجي موبايل في الفترة الحالية، والسؤال ده بيقول ايه هو افضل سلاح هجومي ممكن استخدمه في اللعبة في الوقت ده. لو حابب تعرف الاجابة خليك مع الحلقة. من زمن كبير جدا ومن بداية لعبة بابجي موبايل ما كانش فيه فئة من الناس بتفضل سلاح معين للاستخدام، بس كان كل لاعب في الوقت ده بيستخدم السلاح اللي بيحس نفسه بيقدم اداء حلو باستخدامه، ولدرجة ان كان في بعض الناس ممكن تفضل سلاح زي الاوزي او الفيكتور على الاي كي ام، وده فعلا زي ما انت سامع بالظبط، فما تتصدمش من اللي انت سامعه، لان زي ما قلنا ما كانش في حد بيهتم لسلاح معين، ولكن كان كل لاعب بيلعب بالسلاح اللي بيحس نفسه قوي باستخدامه. والكلام ده استمر معانا من السيزون 1 و2 حتى تقريبا السيزون 7 أو 8، وتحديدا عند السيزون 9 بدأت الناس تفهم شوية إن مش كل الأسلحة بتقدم نفس الأداء، وإن في أسلحة في لعبة بابجي موبايل يعتبر أدائها مميز شوية بالنسبة لأداء الأسلحة التانية. ومن هنا بدأت الناس إن هي تفكر أكتر في الموضوع ده علشان تفهم إيه هو أفضل سلاح للاستخدام في لعبة بابجي موبايل. طبعا اختلفت آراء الناس في تحديد السلاح الأفضل في اللعبة، ولكن مع تقدم الوقت وكده بدأت بعض الأسلحة إن هي تبرز بطريقة واضحة، وإن عدد كبير جدا من الناس يبدأ إنه يستخدمها بشكل اعتيادي واستمراري في كل مباراة بيلعبها. وحبيت اعرفك بحاجه غلط معظم لاعبين بابجي موبايل بيعملوها ومفكرينها ان دي قوه من اللاعب، وده طبعا كلام كله خاطئ، والحاجه دي ممكن تخسرك نقاط تقييم كبيره جدا لو انت ما كنتش تعرف، وهي انك تشيل سلاحين قنص في المباراه مع بعض، وده طبعا امر خاطئ، لان ممكن لو حد بش عليك بسلاح متعدد انت طبعا مش هتقدر انك تفايته، وهو هيكون ليه الافضليه بالنسبه لسلاحه اللي دايما بيضرب اوتوماتيك ومش محتاج انه يعمل له ريلود، او مثلا في وقت كبير جدا ما بين الطلقه والتانيه. وطبعا انت لو ركزت في الحوار ده اثناء المباراه هتلاقي نفسك انك اساسا ظالم نفسك في اللعب، وممكن تقيم نفسك تقييم غير تقييمك بالسلب في حقك انت بسبب انك استخدمت سلاحين قنص مع بعض. ده امر خاطئ، ولكن الافضل انك تستخدم سلاح متعدد وسلاح قنص، ده هيكون افضل، ودي مجرد نصيحه. وتعالى اعرفك امتى بدات ان الناس تستخدم اسلحه القنص دبل مع بعض في الجيم. الموضوع ده بدا لما انتشرت لقطات اسلحه القنص على منصات تانية واليوتيوب بشكل كبير، زي مثلا التيك توك وغيرها. لما اليوتيوبرز القدامى اللي احنا عارفينهم بداوا ان هم ينشروا لقطات اسلحه القنص على منصاتهم وحساباتهم، بدات ان الناس تهتم لاسلحه القنص دي وتحاول تقلدهم، ومنهم اللي فكر ان لما تشيل سلاحين قنص مع بعض في جيم واحد انت كده هتكون لاعب قوي وهتعمل لقطات قويه وهتكون لاعب لا تهزم، وده طبعا تفكير خاطئ. واساسا اللاعبين اللي عملوا اللقطات دي على المنصات اللي انت بتشوفها هم عملوها مع استخدامهم للاسلحه المتعدده برضو، لانهم هم عارفين اصلا ازاي بيلعبوا صح، وده بيكون مجرد تمرين، فانت تقدر تعمل زيهم وكل حاجه، لكن بالتمرين فقط مش بانك تشيل سلاحين قنص مع بعض. ده مجرد راي برضو، وصراحه انا سمعت ناس كتير جدا على منصات عديده برضو زي يوتيوب وغيرها ايدت الراي ده وقالت عنه انه كلام صحيح، وان ما ينفعش انك تستخدم سلاحين قنص مع بعض وفي نفس الجيم. وعودة سريعة إلى موضوعنا اللي كنا واقفين عنده من دقايق، وقفنا على إن في بعض الأسلحة بدأت تظهر وتبرز ما بين اللاعبين بطريقة واضحة، ولكن إحنا حاليا بنتكلم عن الأسلحة الأي آر، ومن أهم الأسلحة الأي آر المتعددة اللي كانت بارزة ما بين اللاعبين هو سلاح الام 416 والاي كي ام والام 16. الثلاث أسلحة دول هما كانوا أفضل ثلاث أسلحة موجودين ما بين اللاعبين، وعلشان أكون اديتك معلومات بطريقة صحيحة، سلاح الام 16 ما كانش موجود ما بين الأسلحة دي زمان، ولكنه كان معروف بالقوة الشديدة بتاعته، وان الاربع طلقات اللي كان بيضربهم في مود الدفاع القوي كانوا ممكن يوقعوا اي عدو بكل بساطه، لو كنت اصبته بس طلقه واحده بس منهم هيد شوت والباقي كله بادي، كده اكيد العدو اللي قدامك ده هيقع اما نوك او فينش. وبرده مع استمرار الوقت شركه بابجي موبايل بدات تلاحظ ان سلاح الام 16 بدات الناس تحبه بطريقه ملحوظه، وانه بدا ينتشر ما بين اللاعبين هو كمان، فعلى طول شركه بابجي موبايل اضافت لنا قطعه ممكن تحول السلاح ده من مود الدفاع القوي الى مود التلقائي، والقطعه دي بتخلي السلاح يستخدم كسلاح متعدد عادي جدا وممكن انك تبوش بيه، ودي صراحه اضافه جميله جدا من شركه بابجي موبايل. ومن هنا وبعد اضافه القطعه دي لسلاح الام 16 بدا انه يستخدم كسلاح معروف في اللعبه ويضاهي الام 416 والاي كي ام. وتعالى نرجع لموضوعنا مره تانية، وعلى اي حال انا مش هعمل زي بقيه الناس على منصه اليوتيوب واختار لك سلاح معين واقول لك ان ده هو افضل سلاح للاستخدام في لعبه بابجي موبايل، ولكن انا هعمل لك مقارنه علشان انت بنفسك تختار السلاح اللي انت حابب تلعب بيه وتستخدمه في الوقت الحالي ده. والمقارنة دي طبعا هتكون ما بين أهم الحاجات اللي احنا بنحتاجها في الأسلحة، زي الوقت المستغرق في إنهاء الخزنة الواحدة، والوقت المستغرق في الريلود، وشدة الدمج، وطبعا مساحة الخزنة. ويلا بينا نبدأ الاختبار مع بعض، وأول سلاح معانا هو سلاح الام 416، وأسيبك مع الاختبار.
تاني سلاح معانا هو سلاح ال AKM، واسيبك مع الاختبار. تالت سلاح معانا هو سلاح ال M16، واسيبك مع الاختبار. وطبعا لحد هنا الإجابة على سؤال الحلقة أصبحت واضحة جدا وظاهرة، بس برضو أحب أذكرك بحاجة أنت لازم تعملها، وهي إنك تستخدم السلاح اللي أنت بتحب إنك تستخدمه حتى لو كان هو السلاح الخسران في المقارنة، لأنك أنت أكيد استخدمت السلاح ده أكتر من مرة ولعبت بيه كتير جدا واتدربت عليه أكتر من مرة وبتعرف تلعب بيه بأسلوب حلو. وأحب أفكرك بحاجة صغيرة كده في النهاية، ما تسمعش لكلام أي حد ولا تسمع نصايح أي حد إلا لما تكون متأكد من إنك مقتنع بالفيديو اللي أنت سمعته، وفي النهاية القرار النهائي هيكون ليك أنت والاختيار هيكون ليك انت. شكرا لاهتمامك، شكرا لمتابعتك، واتمنى اكون افدتك باي حاجه مهما كانت صغيره، ولحد هنا سلام.